روح لاقي نفسك عشان الناس اللي شبهك تعرف تلاقيك. بقولك ايه، هو مين اللي سايق؟ انت ولا الايجو بتاعك؟ الانا اللي جواك اكتر حاجة بتكرهها انك تبان ضعيف. لو اتكلمت عن اسرارك، عن الحاجات اللي انت مكسوف منها، او الحاجات اللي بتحرجك وبتحسسك بالخزي والعار، عن مخاوفك وجروحك القديمة، محدش هيقبلك. الناس هتبعد ومش هيحبوك. اغلب الظن انك هتلاقي نفسك لوحدك، بس الحقيقة مش كده. في اللحظة اللي هتقرر فيها من جواك انك تخف من المشاكل اللي بتعطلك وبتقلك، في اللحظة دي الهزة اللي جواك والضعف هيتحول لقوة حقيقية. الضعف اللي انت فاكر ان هو حاجة محتاج تخبيها هيجذب ليك الناس الصح، وهيبعد عنك الناس المزيفة اللي بتحكم عليك، اللي عايزاك تكون تفصيل على مقاسها. الضعف اللي انت مكسوف منه هيقرب منك ناس حقيقية شايفينك زي ما انت ومش بيحكموا عليك. كل ما تتصالح مع نفسك أكتر هتلاقي نفسك بتحكي عن اللي بيتعبك من غير ما تحس بالوجع أو بالعار. هتحس إن هو جزء منك وهتكون مش مكسوف من الجزء ده. وده بالتحديد اللي هيساعد الناس الغلط إن هي تختفي وتبدأ تمشي من حياتك. والناس الصح اللي انت فعلا محتاج وجودهم هم بس اللي هيكونوا موجودين. انت مش محتاج ناس تمثل قدامهم أو تلبس ماسك، انت بس محتاج إنك تكون حقيقي. في ناس شبهك مستنياك، مستنيين يعرفوك ويعرفوا قصتك، مستنيين يشوفوا الجزء الغريب اللي فيك، يعرفوا الجزء الفوضوي اللي جواك، يعرفوا إنك ساعات بتغلط وممكن ما تتصرفش صح وممكن أوقات تبقى مش عارف أنت عايز إيه، بس مستعدين يحبوك ويقبلوك زي ما أنت. دول الناس اللي أنت محتاجهم. البداية هتكون خطوة من عندك، فروح لاقي نفسك عشان الناس اللي شبهك تعرف تلاقيك.